السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بإيدك، البرنامج اللي بنحاول من خلاله نقدم المعلومات والنصايح ونجاوب على كل أسئلتكم في مجال العقارات. وحلقة النهاردة هتكون عن باشمهندس حسام وكل الشباب اللي زيه. باشمهندس حسام يا حضرات بعد ما اتخرج واخد البكالوريوس ربنا كرمه وجاله عقد عمل في الخليج، فسافر وربنا فتحها عليه وقدر في خلال كام سنة يكون نفسه ويتجوز ويفتح بيت على قده، وابتدى يفكر ازاي يستثمر فلوسه وهو في الغربة علشان تعبه وشقاه ما يروحش على الفاضي. لو عايز رأي يا باشمهندس فهقول لك أكيد أحسن حاجة تستثمر فيها شقة الغربة هي العقار. لازم تربط فلوسك بعقار داخل مصر، سواء كان العقار ده بهدف السكن أو الاستثمار، وعلى قد فلوسك مهما كانت قليلة نسبيا، علشان أسعار عقاراتنا ملهاش أي معيار ثابت، بتزيد بغباء وقيمة الجنيه بتنزل برضه بنفس الغباء. فاستثمارك في العقار هيحافظ على قيمة فلوسك ويعود عليك بأرباح قصيرة وطويلة طويلة الأجل بإذن الله. باشمهندس حسام والناس زيه كتير مقتنعين بالكلام ده على فكره، لكن مشكلتهم الاساسيه ان هم بره مصر وما عندهمش اي خبره في مجال العقارات، فبالتالي سهل جدا ان هم يكونوا عرضه للنصب والاحتيال وضيع شقاهم في الغربه زي ناس كتيره. يا ترى ممكن نلاقي حل للمشكله دي؟ اكيد كل مشكله وليها حل باذن الله. وزي ما في ناس كتيره مسافره بره مصر وقدرت تشغل شقه الغربه في العقارات داخل مصر، انت كمان تقدر تعمل ده وتحقق نجاح فيه. وهندي لك روشته ببعض النصايح اللي هتساعدك تشغل شقه الغربه في العقار وانت ضامن فلوسك رايحه فين، وواثق كمان من قيمتها هتزيد وهيجي لك من وراها ارباح كتير ان شاء الله. بس قبل ما نعرف الروشته دي هتودينا لفين، خلينا نروح لفقره توب 5 عقار ونرجع نكمل كلامنا عن ازاي تستثمر شقه الغربه في العقارات. اهلا بيكم في فقره توب 5 عقار اللي هنتكلم فيها النهارده عن اغلى 5 شقق في العالم. يا ترى ايه هي الشقق دي فين وسبب ارتفاع اسعارها ايه بالشكل ده؟ تعالوا نعرف سوا. في المركز الخامس عندنا شقه في برج ساوث بانك. الشقه دي في لندن في بنت هاوس، سعرها 90 مليون دولار. الشقه دي موجوده في برج ساوث بانك في العاصمه البريطانيه لندن. البرج عباره عن 41 دور، في 191 شقه سكنيه سوبر لوكس. المبنى موجود على نهر التايمز وبيطل على لندن اي، واللي هي ساقية كبيرة ومعروفة هناك باسم عجلة الألفية. هنروح على المركز الرابع في شقة في برج 157 في نيويورك، وهي شقة في بنت هاوس برضه سعرها 90 مليون دولار. الشقة موجودة في أطول مبنى سكني في مدينة نيويورك، المبنى طوله 1004 قدم، وفيه 95 شقة وسائل رفاهية كتيرة جدا زي مركز لليوجا، جيم، مركز خاص لرعاية الحيوانات الأليفة.
بينا على المركز الثالث شقه في بارك افينيو، دي في نيويورك. الشقه دي سعرها 95 مليون دولار، وهي شقه في بنت هاوس موجوده في واحده من اطول ناطحات السحاب في مدينه مانهاتن في الولايات الامريكيه المتحده. الشقه مكونه من 6 غرف نوم و7 حمامات ومكتبه كبيره، وفيها اوض تانية كتير. في المركز الثاني شقة في وان هايد بارك في لندن، ودي شقة برضو بنت هاوس موجودة في ناطحة سحاب في هايد بارك في لندن، وسعرها 227 مليون دولار. لو خدت بالك من الشقة دي هتلاقي جواها نموذج ملعب جولف وسينما خاصة وملعب سكواش وسائل ترفيهية تانية كتير. اما بقى في المركز الاول شقه في تور اوديون، دي في موناكو. الشقه دي موجوده على سطح برج تور اوديون السكني للشقق الفاخره الموجود على شواطئ مدينه موناكو الفرنسيه. الشقه مكونه من 5 طوابق مع بركه سباحه عملاقه وزحلقه خاصه بيها كمان. الشقه فاخره زي ما قلنا، موجوده في اعلى ناطحه سحاب جديده في موناكو اللي هي اوديون، وبتطل على البحر المتوسط. عشان كده الطبيعي سعرها يوصل ل 240 مليون جنيه استرليني، يعني ما يقارب 400 مليون دولار تقريبا. ما تحسبوش بقى دول يطلعوا كام بالمصري علشان نفسيتنا ما تتعبش. وربنا يغنينا بقى ويغنيكم ان شاء الله. اتكلمنا عن مشكله باشمهندس حسام اللي شبه مشكله ناس كتير جدا عايشين بره مصر، عايزين يشغلوا شقه الغربه في العقارات بس مش عارفين يبداوا منين. عشان كده هنقدم لكم حلقه النهارده في روشته العقاريه 4 نصايح ذهبيه ان شاء الله عشان تشغلوا فلوسكم في العقار بدون ما تتعرضوا للنصب والاحتيال وخلافه. بينا على النصيحه الاولى، لازم تختار شخص تثق فيه. هتشوف حد تثق فيه تتعامل معاه ويكون عينيك جوه مصر، وده مش مطلوب منه بقى ان هو يكون خبير في مجال العقارات، ده شخص انت واثق فيه
واثق كمان انه هيعتمد عليه ونفسه طويل معاك. يعني ممكن الشخص ده يكون اخوك، صاحبك، الى اخره. النصيحة التانية، تختار العقار ده بنفسك. المصادر اللي هتتعامل معاها علشان تشوف العقارات المعروضة للبيع دلوقتي بقت سهلة جدا مش زي زمان، وتقدر تدخل بقى على مواقع الإعلانات المجانية لو عجبتك شقة في نفس إمكانياتك. لازم ترجع بقى شوية لورا بالسيرش على نفس المنطقة من سنة فاتت مثلا أو سنتين، وشوف الأسعار كانت عاملة إيه هناك. لو الفرق كويس في الزيادة من سنتين لدلوقت، تبدأ تتكلم على الشخص اللي اتكلمنا عليه في الأول، يبدأ يروح يعينها ويعمل معاينات ويجيب لك الداتا المظبوطة ويتأكد تماما إن هي موجودة. هندخل بعد كده على النصيحة الثالثة، ما تدخلش في شراكات أثناء استثمارك في العقارات. دي حاجة نسبية، وجودك بره بيدي فرصة أكبر للشيطان إنه يلعب بدماغ اللي شاركته، وخصوصا لو كان المكسب كبير. فأنا ضد إنك تدخل مع أي شراكة طالما أنت مش واثق في الثقة العمياء. فخليك في حاجة على قد إمكانياتك أفضل، واستلم حاجتك بمفتاحها أو أرض متصورة وهكذا. النصيحة الرابعة هتخليك جاهز للحاجة اللقطة. ممكن تدور على حاجة لقطة لو عايز حركة سريعة، وده مش هتعرف لوحدك، مش هتعرفها لوحدك في الأول، لكن ممكن تعرفه مع الممارسة. اللقطة بقى هي مفهومها إيه؟ هي الحاجة اللي معروضة النهاردة بأقل من ثمنها. يعني لو اشتريتها وعرضتها بثمنها النهاردة هتتباع بسهولة. فممكن مبدئيا تستعين بأي حد في الأول ليه مجال بالمجال العقاري عامة، علشان تعرف تحقق ده وتكسب مكاسب سريعة وشوية تكون مضمونة بعيدا عن نسبة المخاطرة. للأسف وقت حلقتنا خلص. نتمنى نكون دليناكم على بداية الطريق، وشجعنا ناس كتير تستثمر في تحويشة العقار، في تحويشة الغربة، وتحط فلوسها في عقار. ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامجكم بيتك بإيدك.